يا أهلا بيكم، كل سنة وانتوا طيبين. رمضان على الأبواب ومعاه بيجي نفس القلق بتاع كل سنة عند كل طالب وطالبة. طب إيه رأيكم بقى لو قلنا إن رمضان ده مش تحدي، لا ده ممكن يكون هو الميزة السرية اللي تخلينا نعدي ونسبق كمان. يلا بينا نشوف إزاي ممكن نعمل ده. وده بقى السؤال اللي بيلف في دماغنا كلنا دلوقتي. يا ترى رمضان والمذاكرة صحاب ولا أعداء؟ يعني هل الصيام وقلة الأكل هيعطلونا عن مذاكرتنا وأهدافنا؟ ولا ممكن الحكاية تبقى العكس تماماً؟ بصوا، القلق ده طبيعي جداً ومفهوم خالص. الصراع الداخلي ده هو ده بالظبط اللي بيحصل جوا كل واحد فينا. من ناحية بنبقى خايفين من التعب، من قلة الطاقة، من المشتتات الكتير في رمضان. ومن ناحية تانية طبعا عندنا أحلام وأهداف عايزين نحققها، عايزين نتفوق ونركز. بس المصادر بتاعتنا هنا بتقول على نقطة مهمة قوي الصراحة. ساعات كتير رمضان بيبقى مجرد شماعة، حجة بنعلق عليها كسل أو تأجيل كان موجود عندنا من قبل رمضان أصلاً. طيب خلينا بقى ندخل في الموضوع على طول. إيه هي أول ميزة موجودة بس في رمضان ومش في أي وقت تاني في السنة؟ هي قوة البركة. أيوة، البركة. ممكن المفهوم ده يبان روحاني قوي، بس إحنا هنشوف مع بعض إزاي ممكن نحوله لأداة عملية جدا تساعدنا ننجز أكتر. يعني إيه بركة في المذاكرة؟ ببساطة شديدة تخيل إنها زي قوة خارقة بتضاف للوقت والمجهود بتوعك، بتخلي نتائجهم تتضاعف. يعني ممكن ساعة مذاكرة في رمضان تساوي ساعتين أو 3 في الأيام العادية. المجهود القليل بيجيب نتيجة أكبر بكتير من اللي متوقع. وهنا بقى الجملة اللي بتلخص الحكاية كلها: البركة لا تحسب بالمنطق. يعني إيه؟ يعني الموضوع مش معادلة رياضية، مش 1+1=2. لأ خالص. النتائج اللي بتيجي من البركة دي ممكن تكون غير متوقعة تماماً، وتكسر كل قواعد المجهود قصاد النتيجة. بصوا على الرسمة دي عشان تفهموا أكتر. تخيلوا معايا، في اليوم العادي ممكن نقعد نذاكر 3 ساعات كاملين، وفي الآخر نلاقي نفسنا ما حصلناش حاجة تذكر، تركيز ضايع. لكن في يوم تاني فيه بركة، ممكن بساعتين ساعتين بس نلاقي نفسنا لمينا كمية معلومات رهيبة وبتركيز عالي. المصدر بيشرح الظاهرة دي وبيسميها الفتح، كأن المخ بيتفتح كده والمعلومة بتدخل بسهولة وسرعة. جميل. نيجي بقى للميزة التانية، وهي ميزة خفية شوية بس قوية جدا: النظام. رمضان بيجي معاه نظام جاهز، نظام طبيعي ومنضبط ليومنا، وده بالظبط اللي ناقص أغلبنا في الأيام العادية. وهنا بقى المقارنة اللي هتوضح كل حاجة: الفرق بين اليوم السايح ويوم رمضان. كلنا عارفين اليوم السايح ده، صح؟ اللي هو اليوم المفتوح اللي مفيش فيه أي مواعيد، نصحى وقت ما نصحى، نفطر وقت ما نفطر، وتلاقي اليوم فجأة خلص وإحنا عملناش أي حاجة. لكن يوم رمضان لأ، ده قصة تانية خالص. اليوم متقسم طبيعي: فطار، سحور، صلاة. البيت كله عايش على نفس الإيقاع، وده بيخلق طاقة وحماس جماعي بيشجع على الإنجاز. وده شكل اليوم في رمضان، متقسم جاهز من عند ربنا. عندنا فترة من الفجر للظهر ممكن نذاكر فيها أو نرتاح، وبعدين فترة من الظهر للعصر للمهام والمذاكرة، وتيجي الفترة اللي قبل المغرب دي للمراجعة الخفيفة، وبعدين طبعاً وقت الفطار والراحة، لحد ما نوصل للفترة الذهبية وقت الذروة للمذاكرة العميقة اللي هو غالباً بعد التراويح. شايفين النظام؟ اليوم متخطط لوحده. تمام قوي. كده احنا فهمنا الفكرة وفهمنا المزايا. الكلام النظري جميل. السؤال الأهم بقى: إزاي نحول الكلام ده لخطوات عملية؟ نعمل إيه بالظبط من بكرة؟ دي بقى خطة مذاكرة ذكية جدا في 4 خطوات بس. الخطوة الأولى: قبل الفطار هنقرأ بس الدرس اللي ناويين نذاكره، قراءة سريعة، مش مطلوب أي حفظ، احنا بس بنخلي المخ يتعرف على الموضوع. الخطوة التانية: وقت الفطار بقى، ده للراحة والأكل وإعادة شحن البطارية. الخطوة التالتة: نيجي بقى للجد، المذاكرة العميقة، الحفظ، الفهم، كل ده في وقت الذروة بتاعنا اللي هو غالباً بعد التراويح. والخطوة الرابعة والأخيرة: أي وقت فاضي تاني في اليوم نخليه لحل المسائل والتمارين على اللي ذكرناه. وشوية نصايح سريعة ومهمة قوي. أول حاجة، كل واحد لازم يكتشف وقت الذروة طاقته، هل هو شخص بيعرف يركز الصبح بدري ولا بالليل؟ دي أهم حاجة. تاني حاجة، وقت قبل الفطار ده نخليه للمهام الخفيفة. التركاية بتاعت القراءة دي ليها فايدة نفسية رهيبة، بتكسر حاجز الخوف من المادة، فلما تيجي تذاكرها بجد الموضوع بيبقى أسهل. كمان مهم نبدأ بالتدريج، بلاش ندخل في أصعب المواد من أول يومين صيام. وأخيراً استغلوا جو البيت كله، الطاقة الجماعية دي بتفرق جداً. طيب عشان الكلام ما يبقاش عام، تعالوا نشوف مثال عملي، جدول مقترح ممكن أي حد يبدأ بيه. ده مثال لطالب في تانية ثانوي. بصوا معايا كده، المنهج اللي شكله كبير ومرعب ده لما نكسره
بيحصل إيه؟ الرياضيات مثلا 26 درس، يعني تقريبا محتاجين نخلص درس واحد كل يوم. التاريخ 8 دروس بس في الشهر، يعني درسين كل أسبوع. الإنجليزي واحدة واحدة كل أسبوع. لما بنشوفها متقسمة كده بنحس إن الموضوع تحت السيطرة تماما، ومش مستحيل خالص زي ما كنا متخيلين في الأول. وبكده نكون وصلنا لزبدة الموضوع كله. الخلاصة، الحكاية كلها في تغيير نظرتنا لرمضان. الجملة اللي عايزين نطلع بيها من كل ده هي: رمضان مش عقبة، رمضان دافع، رمضان مش هو العذر، هو الفرصة اللي بتيجي مرة في السنة عشان تدينا دفعة قوية لقدام. ففي النهاية السؤال ما بقاش إزاي هنذاكر في رمضان، لأ، السؤال دلوقتي اتغير بقى بناء على كل اللي قلناه ده. كل واحد فينا هيعمل خطته إزاي عشان يستغل الشهر ده أفضل استغلال ممكن.